السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كنتمنى يا ربي كلشي يكون بخير وعلى خير. اليوم خوتي غادي نشارك معكم واحد الغديوه ديالنا. عندي هنا واحد الدجاجه غادي نطيبها مقليه. عندي القشيوشات ديالها حتى هما. عندي هنايا 3 ديال البصلات كبارين، واحد 4 ديال الفصيصات ديال الثومه غادي نحكهم. عندي تما العطريه، عندي الملحه وسكينجبير والخرقوم والابزار وشويه ديال الزعفران شعره غادي نديرو في الماء سخون. وعندي الزيت، عندي زيت العود وعندي الزيت الروميه. دابا غادي نطحن شويه ديال القزبور والمعدنوس، وعندي واحد 4 الفصيصات ديال الثومه باش غادي نشرمل الدجاجه. غادي نزيد على القزبور والثومه شويه ديال الخرقوم، شويه السكينجبير، شويه ديال الملحه وشويه الابزار. غادي نديرهم في هاد الماكينه اللي طحنت فيها القزبور والثومه. غادي نخلط كلشي وغادي نطحنهم وعاد نشرمل الدجاجه ديالي. خوتي طحنت الشرموله اللي عندي هنايا، طحنت القزبور وشويش المعدنوس والثومه مع الخرقوم والسكينجبير شويه الملحه والابزار. الشرموله ديالي هي هذه. دابا غادي ندير الدجاجه وغادي نشرملها مزيان. بسم الله. غادي ندخل فيها هاد القزبور والثومه باش الدجاجه ديالي تجي لذيذه. صافي خوتي، دابا غادي ندير الدجاجه هكذا، ندخل فيها بالموس في الصدر باش تشرب ليا مزيان هذيك الشرموله ديالها. صافي خوتي، بعد ما شرملتها خشيت مزيان هذيك الشرموله في القلب ديال الدجاجه وفي الجوانب ديالها. صافي غادي نخليها ترتاح. غادي ندير هاد الكويده والقنيصه حتى هما، ديك العنايق حتى هما يتشرملوا مزيان. صافي خوتي، دابا غنخلي هاد الدجاجه تشرب مزيان في هاد البواطه. من بعد عاد غادي نرد هذيك البصيله ديالي تصهد، ومن بعد عاد ندير الدجاجه ديالي. خليها واحد نص ساعه د المكانه وهي كتشرب حيت باقي الحال على ما تشرب ليا مزيان هاد العطريه وهاد القزبور والثومه. ومن بعد غادي ندوز دابا غادي نشعل البوطه خوتي على الطنجره. غادي ندير البصله، غادي ندير الزيت عفوا. بسم الله. ندير الزيت الروميه، غادي نخلط وندير شويه زيت البلديه اولا زيت العود، شويه زيت العود. صافي غادي ناخذ هذيك البصيله ديالي ديك التويمه حكيتها. صافي حتى هي غنديرها. غادي ندير هاد البصيله البصله راه غادي تذوب اخوتي، واخا نقطعها هكذا كبيره غادي تذوب. غادي نخلي هاد البصله حتى تطيح وعاد ندير ليها العطريه. الزعفران اخوتي درتو في الكويس ودرت عليه الماء سخون حتى يطلق مزيان، وعاد نديرو ملي ندير الدجاجه عاد نديرو.
دابا غادي ندير العطريه. ندير واحد القطيره د الماء باش ما يتحرقش ليا ديك العطريه باش تعطي المفعول ديالها واللون. صافي دابا غادي ندير الدجاجه ديالي. صافي خوتي غادي ندير دابا الدجاجه ديالي في الطنجره. دخلت ليها الرجيلات ديالها هنايا وغادي نديرها في الطنجره. درت اخوتي هنايا ديك الكبيضه واحد العنايق والقلصه درتهم هنايا. صافي دابا غادي ندير الدجاجه. صافي خوتي درت الدجاجه ديالي. غادي ندير هاد القوم الزعتر الحر عفوا، وغادي ندير ديك شويه ديال هاد الشرموله اللي شاطت من الدجاجه حتى هي. صافي دابا خوتي غادي نمرق. ندير الماء سخون غادي نديرو. شللت هذاك الكاس اللي فيه زعفران شعره وغادي ندير اخوتي الماء سخون بطبيعه الحال وكطيب وكتجي فتيه. غادي نغطي على الدجاجه ديالي ونخليها طيب قدرها، وملي توجد غادي نشوفوا الشكل النهائي ديالها. خليكم معايا خوتي. هنا خوتي الدجاجه صافي طابت. غادي نحيدها وغادي نديرها في اللاطه ديال الفران وغادي ندخلها تحمر. هنا كنحركها صافي كندير لها غير شويه د لاصوص من الفوق. قلبتها لقيتها صافي راها طايبه. غادي نحيدها وندخلها الفران وندغمر الطنجره. صافي هنا راه كندغمر اخوتي الطنجره ديالي. دابا اخوتي الطنجره ديالنا تغمرات. تجي هاد التغميره غزاله اخوتي بحال ديال العراس. مازال خصها تزيد تغمر. الدجاجه ديالنا تحمرات صافي غير التغميره تغمر مزيان ونرفقوا معاها. وعندنا لي فخيت غادي نرافقوه مع الدجاجه. صافي خوتي التغميره وجدات. الزيت ديالنا تعزل. ملي كتغمر مزيان كيتعزل ديك الزويته. صافي خوتي دابا وجدات. غادي نطفيو عليها ونخليوها مع شويه ديال البطاطا مقليه او لي فخيت وهذيك الدغميره اللي طيبنا فيها الدجيجه حتى هي راه دغمرات مزيان ولات الدغميره واقفه، يعني بحال الدغميره ديال العراس. الدجاج مقلي راه بزاف الناس كيعرفوا يطيبوه، يعني راه كاين الدجاج مقلي والدجاج محمر. هذا الدجاج مقلي اللي كندخلوه للفران وكيجي مقرمل، وكاين الدجاج محمر اللي كيطيب غير بالتحميره والزبده والزيت الروميه، يعني التحميره وسكينجبير والابزار هو تيكون فيه التحميره على هذا. صافي خوتي الدجيجه ديالي هي هذه وغادي نقدمها لكم على هذا الشكل مع شويه ديال لي فخيت. رافقتها بشويه ديال لي فخيت وديك الدغيميره درتها في الجنيبات، طريفه الحامض من الفوق. غدانا المتواضع. كنتمنى يعجبكم اخوتي هذا الفيديو. الى عجبكم اخوتي واخواتاتي ما تبخلوش عليا باللايك والبارطاج. كنشكر كاع الاخوات اللي كيدخلوا لعندي واللي كيكتبوا لي لي كومونتير في الحق ديالي، الله يجازيهم بخير. وكنتمنى الحظ للجميع والتوفيق للجميع وباش ما كتمنوا ان شاء الله اخوتي واخواتاتي. وبسلام عليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله.